دي ولا بسبوسة ولا حتى هريسة. هنعمل النهاردة حلا حلو جدا مشهور بيه أكبر المحلات. هنعمل حلا سريع وسهل جدا، وخطواته مفيش أبسط ولا أسهل من كده. بجد خطير وطعمه خطير قوي، مش هتفرقيه خالص عن الهريسة أو البسبوسة، خصوصا البسبوسة. بجد خطيرة سهلة وبسيطة، وفي خطوة بس واحدة هتعمليها. يلا بقى هاتي كوبايتين اللبن اللي عندك أو الحليب ونعمل بيهم أحلى حلا سريع. بجد سهل وبسيط ومكوناته سهلة جدا جدا. بدون خطوات كتير نقول كده بسم الله ونبتدي الوصفة على طول. هنعمل النهاردة شهد الملك، بجد خطير ويستاهل الاسم ده. بجيب بولة واحضر الاول السيرب كوباية ونص من السكر وكوباية ونص من المية، ومعلقة من العسل النحل او عسل الجلوكوز، وعصرة نص ليمونة، وبس كده. برفعهم على النار. اول ما بيبتدي يغلي على نار عالية بهدي النار لمدة 7 دقايق بس، وبعد كده بطفي عليه واسيبه تماما يبرد. بعد كده بحضر الطبق الرئيسي بتاعنا اللي هو شهد الملك. كوبايتين من الحليب او اللبن، معلقتين من بودرة الكريم شانتيه، معلقتين من السكر، وبقلبهم كده. وبعد كده بضيف عليهم نص كوباية من جوز الهند اللي فايضين عندك من رمضان، وعندي معلقتين كبار من الزبدة. بدون خطوات كتير خالص، بخطوة واحدة بس. بديهم تقليب على النار. اول ما اشم ريحة جوز الهند كده بضيف كوباية من دقيق السمولينا اللي هو بتاع البسبوسة الناعم ده، واضيف ذرة من الفانيليا وبديها تقليبة كده. بقى التقليب المستمر على نار متوسطة لحد لما يديني قوام تقيل زي ما انتوا شايفين كده. وبجيب صينية البسبوسة بتاعتي وابتدي ان انا ادهنها كويس سمنة او زبدة او اي مادة دهنية. وبعد كده بضيف الخليط بتاعي اللي انتوا شايفينه ده. نساوي كده الصينية كويس جدا. وبعد كده بجيب ربع كوباية من العصير اللي احنا حضرناه مع بعض، وبدهن وشها كويس جدا بيه. وبس كده. وبدخلها الفرن بدرجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة من تحت، وبعد كده بولع عليها الشواية عشان تديني لون ذهبي. أول ما بتخرج بسقيها ببقية السيرب اللي احنا عملناه مع بعض. تشرب السيرب بتاعها، وبعد كده تبتدي ان انت تقطعيها. انا كنت مستعجلة عليها، قطعتها وكانت لسه بتشرب السيرب بتاعها. قطعتها كده وابتديت ان انا اقطع منها كده واقدم. بجد خطيره، طعمها حلو جدا. وعايزه اقول لكم ان هي كل ما تقعد كل ما تتماسك. بجد حلا سهل وسريع وبسيط، وطعمها حلو جدا ومختلفه خالص عن البسبوسه والهريسه والوصفات اللي بنعملها كده. بجد خطيره، طعمها حلو جدا، وكل ما تسيبيها تتماسك اكتر وتديكي طعم مختلف تماما. جربوها تعجبك جدا. يا رب النهارده تكون الوصفة عجبتكم. هتوحشوني الفيديو الجاي. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.